اقوى تعديل دايو 6 في اسكندريه عندنا ما شاء الله. اللي واقف ده اصلا ميكانيكي تخصص تعديلات مواتير بيشتغل، بس هو تخصصه اصلا تعديلات مكن. كان معاه مكنه في ال ام وبتاع، وهو بيركب ياباني، بس هو كيف انه يمسك مكنه زي دي كده يعدل فيها كل حاجه. فيها تعديل، اول تعديل وتاني تعديل وتالت تعديل ورابع تعديل، وهي تحت الانشاء يعني هي لسه ما اتقفلتش. هنخش عليه واوريكم شويه تعديلات بفلوس. اول تعديل اهو جنط 954 بالفرده بتاعته بجهاز الفرامل بعلبه الجاكمان بالديله كده فيها ايه سنه. بامانه ربنا كلفك كام التعديل ده؟ والله صرفت من 7 ل 8 والله يا هشام لغايه دلوقتي. ده 7 و8 عشان انت راجل صنايعي. ده انا لميمه على ايدي. ده انت على ايدك تختلف من صنايعي الركيب. جايب معدل مقص ورا. مقص ورا تعديل اهو. مقص ده عموله. عامله على ايدك عموله. وجايب جنط ورا بتاع 954. جنط 954 اهو. نور اهو جنط 954. فردة 190 على 55. فردة 190 على 55. علبة جاكمان ايه بتاعت مكنة ايه دي؟ بتاعت اف 4. علبة جاكمان اف 4 جميلة ما شاء الله. من قدام بقى جايب مساعدين بتاعت تي ان تي 250. تي ان تي 250 حلو. طريه معاك في المشي طبعا. فرقت بقى لما شلت المساعد من المساعد التاني كان ناشف. ده طري بقى معاك في المشي. بينزل ويطلع فرقت معاك ياما بقى. طبعا. الجنط ده بتاع 954 والطنبوره دي 954 والاكس ده معمول عموله عند خراط، ودي كساحه سكوتر. كساحه السكوتر دي لسه فيها تعديل ولا هيبقى شكلها كده؟ فيها تعديل تاني. فيها تعديل تاني. انا عاملها على ايدي. عملتها بس انا لسه بقى في رش وكده. بس انا شايف الجنط مش راكب فيه الجهاز بتاع الفرامل. لسه بقى الاجهزه دي بعدلها لان الاجهزه بتاعتها ما ركبتش على طول. هتركب جهاز صيني ولا بتاع ياباني بتاعها؟ لا هركب جزء ياباني مش هينفع الصيني اصلا يركب فيه. فانوس بتاع بوكسر حلو جميل. الرفرف ده بتاع في ال ام صح؟ الرفرف ده بتاع هارش انا ده حلوه جميله. بس فيها واحد كرسي ما شاء الله الماتيريال بتاعته عاليه قوي والخياطه بتاعته. بكام الكرسي ده تفصيل؟ الكرسي دوت عاملينه 500 جنيه. 500 جنيه تفصيل. بس الماتيريال بتاعته عاليه قوي والخياطه حلوه قوي. طاري معاك. معمول كربون حاجه نضيفه يعني. كربون فايبر محترم والله العظيم. مقص تعديل لسه فاضل ايه بقى؟ هتركب ايه فاضل؟ ريداتير هيركب قدام. ريداتير هيركب هنا اهو كده، وهتلف طبعا الماسوره. هتلف الماسوره دي لسه هجيب لها عازل حراره. الماسوره دي هيخلي شكلها حلو. الموتور ده كده هنسقطوه ان شاء الله. طب لو حد عايز يعمل التعديل ده يكلفه كام ويجي لك يعني يتواصل معاك ويكلفه كام؟ والله هو موضوع التكلفه دوت يا هشام لسه مش عارفين هيصرف قد ايه. حوالي لسه في حاجات في بالي لسه هحطها. حوالي يعني من اول 8 ل 10 كده. من 8 ل 10. طب مأثر عليها في المشي ولا حاجه؟ لا طب لحد 100 120. تقيله معاك في الملفات ولا حاجه؟ لا دي ثابته على الارض طبعا. تميل بيها كمان. طبعا هو جه هنا للوست احمد عشان يركب له موتور 2 سلندر بتاع مكنه ريبل. لوست تخصص مواتير. هيفرق معاه في الموتور؟ هيركب نفس القواعد ولا هتختلف؟ كده تتعدل لها حاجات. هتعدل فيها حاجات. هتعدل لها حاجات. هيركب يعني. ماشي يا اسطى الله ينور. عايز اطلع اجرب المكنه دي. اطلع عشان مكانتك. سمعني صوتها وسيبنا اطلع اجربها اشوف مشيها عامل ازاي. حلو صوتها حلو. صوتها حلو. اطلع اجرب فيها فرده بتاعه 954 اللي قدام دي بالجنط بتاعها. لمبه تعديل ليد برضو مخليها شكل المكنه حلو من قدام. بكام اللمبه دي؟ اللمبه دي عامله لها بتاع 150 جنيه. 150 جنيه. استنى يلا اطلع اجرب المكنه اشوف اداء في الملفات عامل ازاي. اهو شام جاي اهو من بعيد اهو. بما يرضي الله. ايه رايك؟ تسلم ايدك. احسن تعديل
في اسكندريه كلها، تسلم ايدك حبيبي يا هشام. لسه كمان الموتور ريبل 2 سلندر لما يركب هيخليها حاجه ثانيه خالص. الله يبارك لك يا بس هشام. الجدون ده فيه عشان كده مش مرضي. لسه في ظبطه كده يا هشام في المكن.